ده سؤال انا هرد عليه، انا عارف ان هو بيدور في بالك. ليه انا عمال بعيد اليو اي برضه من الاول، مع اننا عملنا الفاينانس يو اي، عملنا الميلز اب يو اي، والاب ده هنعمل برضه فيه يو اي، وكل ما احنا شغالين عمالين بنعمل اليو اي من الاول. ليه عمال بتضيع وقت في الكورس في الحته دي؟ انا عاوزك يعني ايه، تبقى متمرس جدا وما تواجهش صعوبه لما تشوف يو اي قدامك. سهل يعني دماغك على طول تخمن ازاي انت هتصمم حاجه زي دي. عندك لما تفتح ملف الفيجما مثلا وتلاقي تصميم معين، دماغك لوحدها تبدا تفكر ازاي هعمل التصميم ده. فلازم تبقى متمرس جدا عشان توصل للمرحله دي. لازم تبقى عمال اشتغلت على بروجكتس كتيره. فانا بحاول على قد ما اقدر اخليك تشتغل على يو اي مختلف. يعني كل يو اي مختلف عن اللي قبله. يعني انت لو بصيت للفاينانس هيبقى غير الميلز اب، هيبقى غير النيوز اب، عشان يبقى عندك قاعده، يعني قاعده كبيره في دماغك. وفي نفس الوقت انا بحاول اخلي اليو اي يبقى كاستم ليك، يعني كاستم يعني الطبيعي اللي انت بتشوفه، يعني اللي هتقابله في الشركه، اللي لما تفتح تطبيق او اب هتلاقيه هو اللي موجود. عشان برضو يبقى عندك الحس ده او السنس بتاع ان هو حتى لو انت شغال في الشركه واتزنقت في حاجه، قالوا لك اتصرف في الحته دي. بتحصل احيانا، بتحصل كتير جدا. بيقول لك الديزاينر مش هيلحق يخلص لك الحته دي، اعملها انت على نفس الريتم اللي انت ماشي بيه، فتعرف تتصرف. فهو ده اجابتي على السؤال ده، اللي هو انا بقرر اليو اي ليه. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.